اللي سمعت منها البارح الغوات. Hello? Hello? لقيت هنايا ماكله مزيانه وحتى الماء. ايضا قلبت البيوت كاملين اللي كاينين هنايا باش نتاكد بانني كاين بوحدي، ولكن واخا لقيت كلشي خاوي عافاكم تيقوا بيا. انايا متاكد بان داك الغوات سمعتو هنايا، ودوك الاصوات ما كانوش غير في راسي وصافي. ولكن دابا ماشي مشكل، الحمد لله جيت لهنايا. دابا على الاقل عندي الماكله والماء، وهاد الدار هادي امنه اكثر على الدار ديالي. سمحوا لي دازت يومين بلا ما نقول لكم شنو طاري، غير اضطريت باش ناخذ هاد الوقت كامل باش نجمع راسي ونفكر مزيان شنو غندير. ودابا كنحس براسي بان عقلي صافي وكلير وكنقدر نفكر بطريقه سليمه. المهم منين جيت لهاد الدار هادي والاجواء هاديه بزاف وما كاينه حتى شي حركه برا، ولكن بالنسبه للطريق كانت القصه مختلفه بزاف. ما عرفتش شنو طري بالضبط، ولكن الحركه برا كثيره بزاف والناس غير كتجري وكتغوت. انا ما غديتش نرجم دابا باش ما يبان حتى شي ضوء، سو ما نقدرش نشوف شنو طاري، ولكن انا كنقدر نسمع كلشي بشكل واضح. وايت شنو هادشي هذا؟ كنشوف واحد الضو ازرق من الشقان تاع الباب، بحال شي بروجيكتور ازرق كيضرب في الدار ديالي. هادشي اللي كيوقع للطريق كيخلع بزاف، ولكن دابا خاصني نركز على راسي بعدا. وبغيت نوريكم واحد الحاجه اللي في شي شكل، وخاصني ندير واحد التجربه ونوريكم. صبروا شي شويه. كما كتشوفوا داك الكاس الماء اللي معمر من الدار ديال جاري اللي جيت لها دابا، ولكن ديك القرعه الماء كنت جايبها معايا من الدار ديالي. ما عرفتش واش غير كيبان ليا ولا الماء اللي كان عندي في الدار كحل. ما كاين حتى شي خبر على صاحبي، وباش نكون معكم صريح ندمت بزاف حيت قلت له ديك الهضره كامله وبحال قصحت معاه. وهنا الاجواء هادئه بزاف، وغادي تكون احسن كون كان معك شي صاحبك، وغادي تكون احسن بك كثير من انك كاين غير بوحدك. كنت تنستكشف في الدار اكثر وانا نلقى واحد الورقه اللي محشيه تحت مجموعه من الكتب ومكتوب فيها تفكر ما تشوفش في الضوء وما تحركش حيت يقدروا يتعقبوا الحركه، وما دير حتى شي ضوء حيت يقدروا يشوفوك. وواحد الكلمه مكتوبه كبيره وما فهمت فيها حتى شي حاجه، وما عرفتش الصراحه شنو غادي تكون كتعني، ولكن تقدر تكون كتعني السمين ديال هاد الاضواء مثلا. هاد الرساله هادي خلاتني كنقلب في الدار اكثر باش نلقى شي حاجه بحالها. ساعه ما لقيت والو، وصاحبي وطارق ما كاين حتى شي خبر عليهم، وبديت تنحس بواحد الوحده شديده بزاف. وغالبا غادي يكون في بالك واحد السؤال اللي هو فين هي عائلتي، ولا علاش ما نعيط ليهمش. هذا موضوع حساس شي شويه وما كنبغيش ندوي عليه، وكخلاصه نقولوا ما عنديش عائله كاع. خوت صاحبي يلا صيفط لي ميساج والحمد لله مازال حي. اسمع شوف، انا عارفك ما كتثقش بيا وانا ما كنثقش بك، ولكن الا كنتي انت هو انت من الاحسن انك تخبى مزيان وتخبى بشي طريقه اللي ما يطيح عليك فيها حتى شي واحد. بغيت ناخذ النصيحه صاحبي، ولكن انا الاجواء عندي هادئه بزاف وما عرفتش بناش غادي نتخبى بالضبط وشنو كان كيقصد بانا. واش هو انا؟ بلاتي كنسمع شي صوت، كنسمع واحد الصوت غريب بزاف، واحد الفيبراسيون قويه بزاف لدرجه انها كتزعزع الدار. ما قدرتش
باش نطل من الشرجم بقوة الخلعة، ولكن قررت نخرج التليفون ونلتقط بعض الصور. ولكن فاش قررت نرجع نشوف شنو صورت ما غاديش تصدقوا شنو لقيت. ما عرفتش شنو هادشي بالضبط، ولكن كتبان بحال شي مركبة فضائية اولا جسم غريب كيطير في السماء فوقي. وصلنا نهار 30، اذا تقريبا شهر هادي باش اختفت الشمس، وداك الجسم الغريب اللي كنت وريتكم مازال كيطير في السماء وكيدير اصوات مزعجة بزاف وفيبرياسيون قوية بزاف. ويلا وين نحط راسي على الوسادة باش نعس وانا نسمع واحد الصوت قدام الباب ديال الدار. وفاش هبطت نشوف شنو كاين لقيت واحد الضو زرق كيدخل من الشقات ديال الباب تماما كما وصف ليا طريق. ما عرفتش المصدر ديالو منين، ولكن هادشي كيخلع. بقيت جالس شويه ديال الوقت ومن بعد اختفى داك الضوء. كنت حاس بانه بحال كيسكاني الدار ولا شي حاجه، ولكن الحمد لله ما طرا والو. وحتى داك الجسم الغريب اللي كان طاير في السماء طار ومشى بعيد عليا وما بقاش يبان. تعقلوا على داك التصاور اللي كنت قلت لكم صورت من قبيلات ياك؟ فاش كنت رجعت ليهم ما لقيتش هذاك الجسم الغريب بوحدو في السماء، ولكن كان واحد المنظر اخر اللي ما نقدرش نوريه لكم، واللي هي الصورة نتاع واحد الشخص ميت في الشارع. ما عرفتش شنو واقع عليه، ولكن 100% ما نقدرش نوريكم التصويره، وانا متاكد بان هذا الشخص ميت. انه دابا نستكشف هاد الدار هادي ونجمع معلومات اكثر. ولقيت هاد الدفتر ديال الملاحظات اللي مكتوب فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي طار انتباهي وخلوني نتبورش بقوه الخلعه واللي هما هاد 4 الصفحات اللي لقيتهم مكتوبين. ندمت على القرار ديالي بانني نبقى، وليت تنحس بواحد الوحده شديده، وليت تنتقبل بانني ما عمرني نعاود نشوف مارت ولا ولادي مره اخرى. تنتمنى من الله وكنطلب يكونوا في امان وما يكونوش بحالي. ما عنديش حتى شي امل نعيش الصراحه، عندي امل واحد اللي هو التجربه اللي غادي ندير يستافد منها شي واحد. اما نموت ونرتاح اخيرا اولا غادي نزيد نجمع معلومات اكثر. وهاد الحلول بجوج مناسبين بالنسبه ليا. هاد الملاحظات تيبانوا نتاع شي واحد مزوج ومرتو سميتها مارتا وولادو، ولكن شي سبب من الاسباب خلاهم يتفارقوا وما يبقاوش مع بعضياتهم. الملاحظات المتعلقه بالتجربه، حطيت واحد الاضواء اللي كتفلاشي حتى هي اللي كنت صايبت راسي، ولاحظت بانه داك الكائنات اللي كتطفى وكتشعل كتنجذب لهذوك الاضواء اكثر مني انا. خليني نرجع للدار قبل ما نتسبب في شي ضرر دائم. كيفاش ضرر دائم؟ ما فهمتش شنو كان كيقصد الصراحه، وعلاش ما قدرت نفهم حتى شي حاجه من هاد الملاحظات اللي كاتب. هاد الملاحظات متعلقه بالتجربه الثانيه. الاضواء الزرقاء وقيله هادوك اللي شفت قدام الباب ديال الدار ديالي. هاد الاضواء بانوا في الارض من بعد ما اختفت الشمس 6 ايام. وبقيه الرساله كيشرح فيها الفرق ما بين الاضواء الزرقاء والاضواء الحمراء اللي كنت قابلت في الاول. والمخيف في هادشي كامل واللي هو فاش قلبت الصفحه باش نكمل الملاحظات اللي موراها لقيت هادشي ومكتوب بواحد الخط غريب. واخيرا طرا داكشي اللي بغيت. شفت في دوك الاضواء الحمراء مباشره كنحس بواحد الفراغ داخلي. واخيرا الشمس رجعات. شنو كيقصد هذا بالشمس رجعات؟ شنو كيطرى لك بالضبط مورا ما كتشوف في دوك الاضواء؟ شحال ما كنزيد نكتشف باش نعرف الاجوبه، ولكن كنتهي بيا المطاف وكنعرف في اسئله جداد وصافي. الشمس مازال مختفيه وما عندي حتى شي فكره شنو كان كيقصد هذا الشخص. كيبان ليا بانه كان كيخربق وما نديش عليه بحال البلان اللي وقع لطارق مع فلان. عرفتي شكون يلاه صيفط لي ميساج؟ طارق نيتو تيقول لي راه مازال حي. اسمح لي الساط، راه خفيت بزاف والسبب هو ان الضوء تقطع في المنطقه اللي كنت فيها وكان ضروري انني ننتقل لبلاصه اخرى غير بشويه. المهم انني شفت التصويره اللي صيفطتي ديال داك الجسم الغريب اللي في السماء. تخباه وما تخليهش يشوف، ولا عاودتي شفتي داك الضوء الزرق بعاد وما تخليهش يضرب فيك. الحمد لله راك مازال حي بعدا. واش صافا انت بعدا شي شويه؟ حيت حتى صاحبي صيفط لي ميساج وقال لي تخبى. راني مزيان مقارنه بداكشي اللي تسمنو. قول لي علاش ما نخليش هذوك الاضواء الزرقاء تضرب فيا؟ شنو اللي طرا خلاك تقول هاد الهضره هادي؟ ملي كنت خارج كنتاقل شفت واحد خونا كيجري من داك الضوء الزرق. فين فوصل له شفت شي حاجه اللي ما نقدرش نقولها لك. شنو كان كيقصد الطريق بالضبط؟ وعلاش ما بغاش يقول لي؟ وعلاش حتى واحد ما بغى يقول لي حتى شي جواب؟ وداك الشخص اللي كان ميت من قبيله في الزنقه الجثه ديالو اختفات. ما عرفتش فين يكون مشى، ولكن فاش تنطل من الشرجم ما كنلقاهش. وحاجه اخرى اللي مازال ما قلتها لكم واللي هي حتى المن اللي كاين في هاد الدار هذا ولا اللون ديالو كحل كيما كان في الدار ديالي قبل. الحمد لله عمرت قرايد الماء بزاف قبل ما يتحول. وصيفط ميساجات لصاحبي وقلت له يسمح لي على داكشي اللي قلت له، وقلت له يجاوبني دغيا، ولكن دازت 20 ساعه ومازال ما جاوبني حتى شي جواب. الخوت شي واحد تيحاول يحل الشرجم ديالي.
كيبان لي والو، ولكن انا كنسمع الدقه نمجد، ويقدر يكون صاحبي هذا واش نحل عليه، ولكن يقدر ما يكونش هو. اوف ما عرفتش شنو ندير. وشكون هو هذا اللي كيدق عليا دابا؟